أصدرت النيابة العمومية بمدنين اليوم بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 شبان أحدهم قاصر تم إيقافه مساء أمس بجربة خلال اشتباكهم مع رجال الأمن بحومة السوق احتجاجا على الوضع البيئي والصحي بالجهة. وكانت حومة السوق من جزيرة جربة قد شهدت مساء أمس حالة من الاحتقان والتوتر، حيث عمد عدد من المحتجين إلى إغلاق كل الطرقات على غرار الطريق السياحية والطرقات المؤدية إلى مطار جربة جرجيس الدولي بالفضلات والعجلات المطاطية وإحراقها، وذلك احتجاجا على عدم وجود حلول جذرية لمشكل النفايات بالجزيرة. هذا وكان المحامي مهدي بن حمودة قد دعا اليوم باسم متسكني جزيرة جربة وزيرة السياحة أمال كربول لتقديم استقالتها باعتبارها ابنة الجهة في صورة تضامنية مع أبناء الجهة الذين لم يروا منها غير الويلات بحسب تعبيرها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جزيرة جربة المحامي مهدي بن حمودة. أهلا بك سيد مهدي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين. طلبتم اليوم باستقالة وزيرة السياحة أمال كربول في كنت تحدثت باسم جزيرة ومتسكني جزيرة جربة وطلبتم باستقالة الوزيرة. هل اليوم الوضع البيئي أو المشكل البيئي في جزيرة جربة أدى أو وصل إلى حد المطالبة باستقالة الوزيرة؟ والله الوضع بلغ إلى درجات لا يمكن تحملها وقبولها. المسألة مش متعلقة باستقالة فقط، ولكن المسألة متعلقة بنوع من الحملة الممنهجة اللي مسلطة على جزيرة جربة. يعني البارح سمعنا كاتب الدولة الجماعات المحلية يتهجم ويقدم الروايات نتاع ما قبل 14 جانفي نتاع الملثمين والعصابات وغيره واشحن بها الاجواء. والليله ايضا نفس الشيء يقع مع كاتب الدوله للبيئه السيد منير مجدوب، ايضا يقدم يعني بعض الالفاظ وبعض المصطلحات خطاب نتاع بس الفتنه ونوع من الجهويات اللي هو امر مرفوض ويحمل مسؤوليه للمواطنين في حين هو صاحب المسؤوليه الاولى. بخصوص امال كربول، يعني احنا نقولوا على الاقل في من وجه الابن تجاه أهله أنه على الأقل يتضامن معهم حتى إن فشل. الوزيرة هذه فشلت في إدارة الملف السياحي في تونس، وجزيرة جربة هي جزء من اهتماماتها باعتبارها تمثل تقريبا 40% من مداخيل السياحة الجمهورية التونسية. هي ابنة هذه الجزيرة أقل شيء، لأنه لم نسمع لها صوتا أن ترد الجميل للجهة هذه اللي أصبحت على ما هي عليه بفضل الجهة هذه أن تستقيل، وتضامنا مش ما نقولش على الأقل إعلان الفشل نتاعها، ولكن تضامنا مع أهلها وتضامن مع الوضع اللي تعيشه جزيرة جربة. حبيت نصوب خبر فقط في خصوص الموقوفين، هم عددهم 5 فقط، باعتبار أنه الحدث القاصر يعني تم إطلاق سراحه هذه العشية باعتبار أنه تمت إحالته على قاضي الأطفال ويعني تم الحكم عليه بتسليمه إلى الولي. دونك الموقوفين هم 5 فرق. نجدد طلب أهالي جزيرة جربة الأصلي والرئيسي في إيجاد حل جذري ونهائي للنفايات بجربة، وأيضا بإقالة والي مدين إقالة فورية لأنه عجز، لأنه كان سبب وراء إشعال نار الفتنة. ونطالب أمال كربول أيضا بالاستقالة تضامنا مع أهالي في جربة، وعلى الأقل تحدد موقفها في مما يحدث في جزيرة جربة ومن اتهامات اللي تقدمت لأهالي جربة هم براءة منها. طيب مهدي، المشار بأنه إلى حد الآن لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة البيئي في جزيرة جربة، ما هي ممكن الخطوات القادمة التي ستتخذونها كأشكال احتجاج على هذا الوضع؟ والله تكونت هي خلية أزمة، هي الآن يعني ما زال الاجتماع منعقد، يعني يتم تكوينها من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني. نتولى الاتصال مباشرة برئاسة الحكومة ومقابلة رئيس الحكومة مباشرة، لأنه معاش المخاطبين البقية يعني ثبت أنهم ما همش أمناء في نقل الأحداث والواقع. أيضا نحاول الضغط في تونس العاصمة ونسعى لتنظيم يعني وقفة احتجاجية كبيرة في تونس العاصمة سيتنقل لها بعض أهالي من جزيرة جربة وأهل اللي في تونس العاصمة وعددهم كبير.
ثم المرور للتحركات الأخرى اللي بدأت فيها جامعة النزل، وبدأت في مقاطعة يعني أو التوقف عن دفع الأداءات إلى حين إيجاد حل لهذه الأزمة. ثم يعني هناك جملة من التحركات تصل حد دعوة لمقاطعة الانتخابات، وهي دعوة جدية من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني. يعني هذه يعني وسائلنا في الضغط السلمي، في الضغط المدني، في الضغط الحضاري من أجل إيجاد حل جذري ونهائي لمشكل النفايات والمشكل البيئي والصحي في جزيرة جربة. طيب أستاذ مهدي، في خصوص ال5 شبان الموقوفين، هل ستتدخلون كمحامين من أجل إطلاق سراح الموقوفين؟ بطبيعة الحال يعني كونت لجنة للدفاع عنهم وبدأت أشغالها يعني منذ اليوم، تنقلت إلى مدين وتباشر في العملية وتتابع. لجنة الدفاع بدأ حتى الاتصالات مع بعض الزملاء من مختلف جهات الجمهورية لتكوين لجنة الدفاع كبرى. سنكون في الموعد يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في المحكمة الابتدائية بمدين من أجل الدفاع عن أبنائنا ومحاولة يعني إطلاق سراحهم، لأنه ما وقع كان سببه وكان متسبب فيه السلطة يعني تخاذلها وبعدم اهتمامها ولا مبالاتها امام الوضع المتازم واللي يزيد يتازم كل يوم. والمخرج فيه هو تهدئه الاجواء عبر على الاقل خطاب يعني يحد من حاله الاحتقان، ولكن مع الاسف البارح خطاب رديء من كاتب الدوله اللي اعطيناه مهله اليوم الاثنين، كاتب الدولة للجماعات المحلية سي عبد الرزاق الخليفة، أن يعتذر بصورة رسمية عما صرح به، وأن يكشف عن كل المعطيات التي بحوزته ويدعي أنه بحوزته، لأنه ما صرح به خطير ويمس الأمن في البلاد. وإن لم يقدم هذه المعطيات فسنتولى رفع الشكاية الجزائية فيما صرح به. والليلة أيضا نفس الشيء قام به كاتب الدولة للبيئة مع الأسف. واضح. شكرا لك الأستاذ المحامي مهدي بن حمودة، كنت معنا مباشرة من جزيرة جر.